المباراة هو خروج بنقطة ثمينة. النصر الخروج بالتعادل من هذه المباراة خسارة بالنسبة له، لكن الفوز يقترب لأنه العمري أشار إلى ضربة جزاء صريحة لخالد الغامدي. نعم، ضربة جزاء لصالح خالد الغامدي. مع اللقطة الماضية خالد تقدم وكسب ضربة جزاء. شوف محاولة خالد الغامدي الماضية الوصول داخل المنطقة ثم الإعاقة وضربة جزاء صريحة، والصيعري ينتظر كرة بينو. جول! تحولت النتيجة الآن في الربع ساعة الأخيرة. الانتصار يتحول للنصر، النصر يتحول للنصر بعدما كان النصر لنجران، يتحول للنصر بواسطة بينو اللي سجل من ضربة الجزاء الهدف الثاني الآن. هدف ثاني لمصلحة النصر من ضربة الجزاء بواسطة بينو.